مشاهدينا ومتابعينا، كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم. نتعرف على حضرتك. أستاذ كريم. أهلا وسهلا بيك أستاذ كريم. أنا طبعا شايفة يعني منتجات مميزة جدا داخل المحل، فأنا حابة طبعا حضرتك تقول للمشاهدين المكان فين والأسعار، وهل الأسعار في متناول الجميع ولا لا؟ المكان في المنشية، احنا طبعا شغالين جملة الجملة. أي منتجات في المنشية بأمر الله بتاعتنا احنا وشغلنا احنا. كل اللي حضرتك شايفاه دي منتجات مصرية بجودة أعلى من المستورد. تمام كده. مكاننا في المنشية 2 شارع منيرة توفيق خلف اسم المنشية مباشرة. خلف اسم المنشية. أنا شايفة فعلا منتجات مميزة، يعني مفيش أي يعني المنتجات دي منتجات مصرية مش مستوردة. أنت حسن حتة من دي كده، لا كل ده منتجات مصري. تمام كده. بس أنا شايفة الفينش بتاعها حلو، جودة أعلى من المستورد. هستأذنك اتفضل يا أستاذ أشرف. تمام كده. كل دي منتجات مصرية بفضل الله. ايوه تمام كده. شغل عالي جدا. ده الاستاذ اشرف صاحب المصنع، هو اللي مصنع الحاجات الجميله دي جدا طبعا. بايده. هات بكاره حسن بعد اذنك. استاذ اشرف، احنا بنقول لك تحيا مصر. يعني بنبقى فخورين بالحاجات المصريه دي. انت بتشجع يعني انت المنتجات، عشان كده انت مثلا فتحت مثلا قلت لا انا هعمل دوت هو احسن من المستورد. طبعا. احنا بنشجع الصناعه المصريه واحنا برضه الفينش بتاعنا كويس جدا بصراحه. الله ينور على حضرتك. مفيش مشكله لما ندعمه. هات لي بسنت كمان. طب هل الاسعار لما هتجيب بسنت تجيب ده اصلي بقى. اسعارنا في المتناول طبعا. الاسعار كلها هات لي فنانيس. وانت طيب يا رب الف خير. تمام كده. اسعارنا يا استاذ كريم دي المنتجات. انت عندك الاسعار كلها في متناول الجميع. حاجه زي بسنت دي كده ب 125 جنيه لوحدها ولا معاها دياست؟ يعني بسنت او دياست عموما مفيش مشكله. عايزين نعمل عروض بقى. في حاجه كده فنانيس طبعا، ده جملته 100 جنيه طبعا، اقل من المستورد ب 100 جنيه. بس شغل نضيف. يعني هو جوده اعلى من المستورد واقل من المستورد 100 جنيه طبعا، عشان احنا عايزين بقى نروح للحته دي، الصناعه المصريه. تمام كده. في حته زي دي لا مش طنطا، نروح للصناعه المصريه. ان الصناعه المصريه بتثبت نفسها في كل المجالات. طبعا. في حاجه زي دي طمطم كده مثلا، المستورده بتاعتها ب 300 جنيه، دي كده ب 150 جنيه. والله وجوده اعلى جميل طيب بعد اذن المشاهدين انا هاخدها اسرقها وامشي. من جمال اللي انت عايزاه. في بكار كده يعني حتى المستورد ما قدروش يصنعوه بالجوده والجمال ده كده. هم ما يعرفوش بكار ده بتاعنا. ده بتاعنا احنا، شخصيه مصريه طلعت بالجوده والجمال ده. طبعا الفضل الله ثم الاستاذ اشرف في المنتجات الجميله. الله ينور يا استاذ اشرف. سبتنا ليه؟ اسعار طبعا ده في المستورد ب 450 جنيه، ده في المصري عندنا هنا ب 150 جنيه. طب انا عايز اسال حاجه، ليه الزبون يروح للمستورد وعقده الخواجه بتاعت زمان رغم ان الحاجه المصريه اسعارها كويسه وجودتها عاليه؟ هي بقى عقده ان احنا نقول ده مستورد وده مصري. يعني احنا امتى نوقف بقى الموضوع ده؟ ما انا هقول لحضرتك على حل جميل قوي. انا بيدخل لي الزبون ده مصري ولا مستورد، بمجرد ما يسمع كلمه مستورد هو الفينش بتاعه اساسا يوحي ان هو مستورد. بمجرد ما اقول له الحته دي مستورده هو بياخدها باي سعر، وانا اقوله عشان كلمه مستورد. الناس عايزه اللي يريحها، لكن هو اساسا الزبون ما بيعرفش يفرق ما بين المصري والمستورد لو الجوده بالجمال ده. يعني امتى الناس تدور على المصري؟ لما الموضوع ده من التجار ولا من المشتري نفسه؟ لا المشتري نفسه يبدا يشجع المنتج المصري. طبعا في فرق سعر كبير جدا. ده دورنا احنا، بنعمل عشان كده نعمل دعايه بدل ما نستورد الحاجات دي مثلا. شايفين منتجات نستورد بكار مصريه بالجمال فعلا اكثر من رائعه. ينفع نستورد بكار؟ ينفع نستورد بكار. هي دي بس الفكره كلها، بس مش اكتر. مطلوب طبعا دعم في استيراد الخامات دي، الخامه بس. والشغل ده يتم تصنيعه هنا طبعا. دي من الحاجات اللي هي ايه، يعني ليه ما تعملش بخامه مصري؟ لا ما عندناش مصانع بتنتج الخامه دي نفسها. القماشه نفسها. فالقماشه بتيجي من بره مستورده طبعا وبتتقفل هنا. وان شاء الله لغايه ما نجيب كمان القماش هيكون مصري باذن الله. ايه راي حضرتك طبعا في ان احنا التراث بتاعنا القديم حته المسحرات؟ طبعا دي عيبه كبيره جدا لما يبقى التراث بتاعنا احنا اللي نستورد يعني نستورد التراث بتاعنا. ده عيب كبير جدا ان احنا ما صنعهوش، ان احنا نستورده. فاحنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك طبعا بفضل الله. شايفه كمان عند حضرتك الطبله بتاعت المسحرات دي طبعا يعني. انتاجنا. هل لسه في حد الاطفال بتشتريها؟ دي انتاجنا طبعا حاجه جميله جدا. هل سعره قليل؟ طبعا يعني دي كده ب 12 جنيه. ب 12 جنيه. دي كده ب 12 جنيه طبعا. فعلا ب 12 جنيه 15 طبعا، عشان احنا جمله الجمله، فعشان كده احنا ارخص سعر بفضل الله. ارخص سعر فعلا. انا يعني بناشد جميع المواطنين ان هم يجوا هنا طبعا زي ما الاستاذ طبعا يعني قال لنا على جميع المنتجات، وفعلا منتجاتنا مصريه، فلازم نشجع منتج بلدنا. تحيا مصر دائما وابدا بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. شكرا لحضرتك. دي كده كمان، دي كده منتجات مصري كمان، صنعت بايد مصريه، افخم واعلى جوده من المستورد كمان. فانوس زي ده كده، كل ده انا اعتبر 99% من المنتجات اللي في المحل مصري. والله الله ينور عليك. دي الفكره كلها يعني، عشان نشجع برضو الصناعه المصريه. مبسوطين ان احنا معاك وان انت قلت لنا الكلمتين الحلوين دول. حبيبي احنا اي حاجه نقدر نعملها هنا. حبيبي. شخصيات مصريه كمان
في طبعا فتوطة عندنا وفاضل مهندس. وبقلص طبعا المسحرات الكلام ده تنوع. كل ده موجود طبعا. الله ينور عليك. طبعا شكراً. حبيبي شكراً تحت ليك. امركم، نورتوني وشرفتوني، كل سنه وانتم طيبين. من شارع منيره توفيق بجوار مركز الدكتور منتصر زيد، خلف اسم المنشيه مباشره، محل السلطان زين. الله ينور عليك. تحت كل سنة امركم، وحضرتك طيب. نورتوني حبيبي، كل الله سنه وانتم يخليك. طيبين.